صرخ في وجه أمه يوما وقال: تعبت منك اتركيني بحالي. وسمعه أبوه فقال له بهدوء: لا ترفع صوتك على أمك. فرد بغضب: حتى أنت دعني وشاهد. أغلق الباب بقوة وكان يظن أن الأمر انتهى، لكن في صباح اليوم التالي استيقظ على خبر لم يتوقعه أبدا. والده رحل، وقف أمام قبره يتذكر تلك الكلمات القاسية التي قالها له بالأمس فقط. كان يتمنى الآن لو يعود به الزمان دقيقة واحدة، دقيقة يقول فيها: أبي سامحني، ولكنه فات الأوان. لكن بعض الكلمات حين تقال متأخرا لا يسمعها أحد. العبرة من هذه القصة: إن كان والداك ما زال معك فلا تؤجل برهم، اقترب منهم، قبل رأسهم، اجلس معهم قليلا، فوجودهم في حياتك نعمة عظيمة، واليوم الذي تفقدهم فيه ستفهم معنى الفراغ الحقيقي. اللهم احفظ أمهاتنا وآبائنا الأحياء، وارحم كل الأمهات والآباء الذين فارقوا الحياة، وأسكنهم الفردوس الأعلى مع الصالحين. السلام عليكم.